السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نوضح لكم ما معنى امتلاك صاروخ جو بحال الأمرام 120 8. هذا الصاروخ القاتل اللي كيتمتع بمدى كيوصل ل 160 كيلومتر ما كتحصلش عليه أي دولة من عند الولايات المتحدة الأمريكية، بل فقط الحلفاء المقربين، وعربيا لحد الساعة تعاقدت عليه السعودية فقط، ثم دول حلف الناتو باش يسلحوا به مقاتلات الاف 35 ديالهم، ثم دول حلف الناتو باش يسلحوا به مقاتلات الاف 35 ديالهم. المغرب كيف ما عرفتوا شرا 25 مقاتلة بلوك 72، وكتعتبر هذه النسخة من هذه المقاتلة الجبارة واللي كتمتاز برادار مسح إلكتروني نشيط مطعم بتقنيات مشتقة من رادارات طائرات الجيل الخامس الأمريكية اللي هي الاف 22 والاف 35. قدرات رادار اف 16 بلوك 72 اللي هو الاب جي 83 كتسمح له بتشغيل الصاروخ الامرام سي 8. لبعض المصادر كتقول ان المدى ديال الصاروخ كيوصل ل 180 كيلومتر. للاشاره المغرب ايضا يمتلك الصاروخ امرام سي 7 على الاف 16 بلوك 52 اللي بدورها غادي يتم تطويرها لمستوى البلوك 72 ايضا باش يولي عندنا في المجموع 48 مقاتله اف 16 بلوك 72. قدرات الامرام سي 8 هائله، فهو كيمتاز بسرعه كتوصل 4 ماخ أي 4 أضعاف سرعة الصوت، ورأس حرب شديد الانفجار، والصاروخ بحد ذاته فيه رادار خاص به يساعد على الإطباق على الأهداف، وهذه الخاصية هي اللي كتعاون الطيار باش يطلق الصاروخ وما يبقاش يضيع الوقت في التوجيه ديالو، بل الصاروخ غادي يوجه راسو براسو، مما يتيح للطيار الاشتباك والتركيز مع أهداف أخرى. الصاروخ يمتاز برأس حرب شديد الانفجار، وكيمتاز بقدرات تخفي محسنة وقدرات مناورة عالية، وإلا أطلق على الهدف ما كيزقلوش. وسبق له أن أسقط مقاتلة السوخوي 30 هندية عندما أطلقت عليه باكستان صاروخ أمرام 120 سي 5 أي نسخة أقدم بجيلين من هذا السي 8. وأكدت باكستان بالدلائل الإسقاط وما رضاتش الهند تعترف. امتلاك المغرب لهذا النوع من الصواريخ يعطينا التفوق الكاسح ولي الطولة في شمال أفريقيا، يمكن يحقق لنا السيطرة الجوية المطلقة ضد تهديدات أهمها المقاتلة الجزائرية المتخلفة اللي لم تخضع لأي تطوير منذ أن شروها قبل أكثر من 18 سنة تقريبا. هذا الصاروخ اللي خدينا يمكن له ضرب السوخوي 30 من مسافة كبيرة جدا، ممكن جدا الخردة الجزائرية ما تستوعبش اش وقع حتى يضربها الصاروخ. يقول المثل الشهير إلا بغيتي السلم فكن مستعد للحرب، والولايات المتحدة الأمريكية اللي كتعتبر المغرب حليف استراتيجي لها في المنطقة ولات كتحرص على تسليح المغرب بأسلحة نوعية فعالة لردع الاندفاع الصبياني ديال دويرة العسكر اللي كانت كتعنى بقوة أسلحتها التصديرية الروسية، وكانت كتظن أنها القوة المطلقة في المنطقة. أما الواقع بكل بساطة هربنا على الفقاقير على كل المستويات تقريبا، ولا عندنا الدواء الفعال ديالهم باش يتكمشوا شوية ويسكتوا من التفريع الخاوي. شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في رعاية الله.